درس يسوع في الهيكل. كلنا يا ولاد بنفرح بالعيد، صح؟ طب ليه بقى؟ عشان بنلبس فيه هدوم جديدة وبناخد فيه عيدية كبيرة وبنشتري بيها كل الحاجات الحلوة اللي بنفرح بيها. لكن ايه احلى حاجة بنعملها في العيد اكتر من كل ده؟ برافو عليكم، احلى حاجة ان احنا بنيجي الكنيسة، بيت ربنا، عشان نفرح معاه ونعيد معاه. بالظبط كده يا ولاد، كان بيعمل عم يوسف النجار، كان بياخد ماما مريم العذراء ويسوع ابنها كل سنة، كان بيروح بيهم مدينة أورشليم في عيد الفصح عشان يعيدوا في الهيكل، بيت ربنا، الكام يوم بتوع عيد الفصح. وكان يروح معاهم كتير قوي من قرايبهم ومعارفهم. وفي سنة من السنين يا ولاد، يسوع كان عنده 12 سنة، والهيكل في عيد الفصح كان زحمة خالص خالص. فنسي عم يوسف النجار وماما مريم العذراء يسوع قاعد في الهيكل، ومشيوا مروحين على بلادهم بعد ما أيام العيد خلصت، فاكرين إن يسوع بيلعب مع صحابه أو قرايبه هنا ولا هناك، بس قريب منهم. وبعد ما مشيوا طريق طويل، ماما مريم العذراء قالت ليهم يوسف النجار ماما مريم العذراء قالت لعم يوسف النجار: الحق يا عم يوسف، انا مش شايفة يسوع، بسرعة يلا ندور عليه. وفضلوا يا ولاد يسألوا عليه كل قرايبهم وأصحابهم ومعارفهم، محدش شافه خالص، وكانوا قلقانين عليه خالص خالص. وماما مريم العذراء عمالة تعيط لأنها مش شايفاه. فقالوا احنا لازم نرجع أورشليم وندور عليه في الهيكل. وفعلا يا ولاد، بعد ما فضلوا يدوروا عليه 3 أيام لقوا يسوع قاعد وسط الأساتذة والمعلمين في الهيكل، عمال يسمع منهم الحكايات والقصص الجميلة اللي بيقروها ويحكوها من الكتاب المقدس. ومش بس كده، ده كمان كان عمال يسألهم عن كل حاجة وفي كل حاجة في الكتاب المقدس، لدرجة ان الأساتذة كانوا مبهورين بيه قوي، وكانوا بيقولوا لبعضهم: معقولة يسوع اللي عنده 12 سنة بيعرف يجاوب على كل سؤال احنا بنسأله ليه كده؟ وكان بيفهم بسرعة كل حاجة قوي خالص كده. فكل المعلمين والأساتذة كانوا مبهورين بيسوع،
ومعجبين بيه جدا جدا. وفجأة يا ولاد جريت ماما العذراء على يسوع وهو قاعد وسط المعلمين، وحضنته وهي بتعيط وبتقول: ده أنا وعم يوسف النجار فكرناك تهت، وقعدنا ندور عليك 3 أيام، واحنا قلقانين خالص خالص وخايفين عليك خالص. فقال لهم يسوع: انتوا ليه كنتم بتدوروا عليا بعيد؟ هو انتم مش عارفين اني لازم هكون قاعد في الهيكل بيت ابي السماوي؟ اتاريهم يا ولاد هم اللي كانوا ناسيين. وروح معاهم يسوع يا ولاد الى بلده، وكان بيسمع كلامهم وخاضع ليهم في كل حاجة بيقولوها له أو يطلبوها منه. على طول كان بيقول: حاضر، أنا تحت أمركم.